المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها تقييم أنشطة تقييم قاشبركة لعام 2025، حصاد جيد للمزروعات نتيجة الهطول الغزير للأمطار الخريف الفائت، تزويد مستشفى عالدغيح بالمعدات الطبية اللازمة، رئيس الوزراء الكندي يصل إلى بكين في زيارة رسمية، الدنمارك تعزز وجودها العسكري في جرينلاند بالتعاون مع حلفائها، واليابان والفلبين توقعن اتفاقيتين أمنيتين مع تصاعد التوترات. أهلا بكم مشاهدينا. عقدت إدارة إقليم قاشبركة اجتماعا في بارنتو يومي 13 و14 من يناير الجاري لتقييم الأنشطة التنموية والإدارية التي تم تنفيذها في عام 2025 بمشاركة المجتمع والمؤسسات الحكومية والجيش. وذكر في الاجتماع الذي حضره قادة القيادة الغربية لقوات الدفاع ومسؤولي المؤسسات الحكومية ومدراء المديريات أنه تم تنفيذ أنشطة الحفاظ على التربة والمياه والتشجير وجمع ضرائب الثروة الحيوانية والزراعة الريفية، فضلا عن سد النقص في خدمات التعليم والصحة بمشاركة المجتمع. وقدم مدراء المديريات معلومات إحصائية حول التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والتحديات التي واجهوها، بذكر أنه على الرغم من أن مساهمة الشعب والجيش كانت كبيرة في معظم البرامج المنفذة، إلا أن نقص وسائل النقل وغيرها كان لها تأثير على تأخر الأعمال. وفي الختام قدمت الآراء والاقتراحات التي ركزت على تصحيح التأخير في تنسيق وصيانة مشاريع إمدادات مياه الشرب الصالحة للشرب وبناء المؤسسات التعليمية وتعزيز التسجيل العقاري، وأن تكون التدابير المتخذة لتصحيح انتهاكات إعلان الأراضي عادلة وصارمة، إلى جانب توفير التدريب للمسؤولين المحليين واتخاذ التدابير للتركيز على المؤهلات التعليمية ومعالجة الأمراض المعدية من الحيوان إلى الإنسان وتسريع عملية بناء مستشفى هيكوتا الأهلي وأعمال البناء الأخرى المتأخرة. وأشار حاكم إقليم قاشبركة السفير محمود علي حروي إلى أن البرامج تم التخطيط لها لمدة 5 سنوات، وأنه سيتم تنفيذها بالتزامن مع الخطط الجديدة، مذكرا أن برامج معالجة الآبار وإنشاء وصيانة الطرق الترابية وزيادة مساحة الزراعة الصيفية وتوليد الدخل للمستثمرين وتعزيز أنشطة تحصيل الضرائب هي من بين برامج التنمية الأخرى المخطط لها لعام 2026. أعلن قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الجنوبي أن فصل الخريف الفائت إلى جانب جهود المزارعين أسفرت عن وفرة في المحاصيل على مستوى الإقليم. وأفاد مدير عام القسم السيد يماني أباي في التقرير الذي قدمه في اللقاء الذي عقد يوم أمس 14 من يناير أن الإنتاج زاد بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق بفضل الهطول الجيد للأمطار في جميع المديريات، بالإضافة إلى جهود المزارعين. وأضاف أن من بين 159 ألف هكتار مزروعة زرع 81% منها بالبقوليات و17% بالحبوب والباقي بالبذور الزيتية، مع عدم وجود آفات تدعو للقلق خلال موسم الحصاد. وذكر أنه تم توزيع أكثر من 500 كنتال من بذور القمح المختارة و140 كنتالا من بذور الذرة الشامية على المزارعين المثاليين، كما تم توزيع 95 ألف من الدواجن، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ برامج مكثفة لمعالجة المياه واستصلاح الأراضي الزراعية في جميع أنحاء الإقليم، وتم الانتهاء من بناء سدود عدي طال وحديدة وعدي عدقت والتي كانت قيد الإنشاء. وبعد مناقشة التقارير، ذكر المشاركون المزارعين بضرورة تكثيف جهودهم للاستفادة من مشاريع الزراعة المسقرة والمربحة والتي تم إطلاقها لزيادة الإنتاجية وإنشاء منصة لوصول البذور المختارة إلى أيدي المزارعين قبل موسم الحراثة. وحث حاكم الإقليم الجنوبي سيد هبتاب تصفاطيون على بذل جهود منسقة لتعزيز قدرات الخبراء الزراعيين المنتشرين في جميع المديريات وضمان سير برامج حفظ المياه والتربة بشكل مستمر.
تساهم المعدات الحديثة التي جهز بها مستشفى الدغيح بشكل كبير في كفاءة وفعالية الخدمات الطبية المقدمة. وذكر مسؤول الإدارة والمالية بالمستشفى السيد كبروم شمانوغوس أن المبادرة التي تم اتخاذها للتخفيف من نقص المعدات والغرف في المستشفى تلعب دورا مهما في الخدمات المقدمة. وأضاف أن دمج معدات الطاقة الشمسية وإدخال معدات العلاج الطبيعي لضمان إمدادات الطاقة قد حسن الخدمة المقدمة للمواطنين. وأشار المدير الطبي للمستشفى الدكتور توزاب كفلزجي بدوره إلى أنه قبل إدخال معدات الأشعة السينية الحديثة كان يتم إرسال المرضى إلى أسمرة لإجراء الكشف، ولكن الآن تم إيجاد حل أساسي وتم خفض التكاليف التي كانت تقع على عاتق المواطنين. وذكر الدكتور ناود فساه والسيد كستي أن المعدات الحديثة شكلت دعما كبيرا ليس فقط للمواطنين ولكن أيضا للمهنيين. هذا ويقدم المستشفى الرعاية الطبية اللازمة للأمراض المعدية وغير المعدية بالإضافة إلى خدمات تشمل الأمومة والعلاج الطبيعي والأشعة السينية وطب الأسنان وطب العيون والصيدلة. تبذل جهود في إدارة ضاحية دانانيلو التابعة لمديرية فرو لمنع القطع الجائر للأشجار من حين إلى آخر. وأوضح مدير إدارة الضاحية السيد إبراهيم علي أن قرى دانانيلو ودونغولي وقيرقارو قامت بأنشطة تشجير واسعة في عامي 2022-2021، وأن أكثر من 80% منها نمت بشكل جيد نتيجة المتابعة الواعية لها من قبل المجتمع. وأضاف مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد صالح إبراهيم أنه سيتم التخطيط لأعمال تشجير واسعة بشكل دوري تماشيا مع مشاركة المجتمع والحفاظ على الحياة الطبيعية بجدية. يذكر أنه تم قرص حوالي 40,000 شتلة في المنحدرات الشرقية في موسم عامي 2021 و2022. نظمت دورة حول حقوق الطفل والمرأة لأعضاء لجان محاربة العادات الضارة في أفعبت يومي 12 و13 من يناير الجاري. وأوضح مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية السيد محمد سعيد في التقرير الذي قدمه أن اللجان قامت بتقديم دورات توعية في إدارات الضواحي والمدارس وركزت على محاربة العادات الضارة وفهم الحقوق الإنسانية للطفل والمرأة كونهم أكثر الفئات تضررا من تلك الممارسات. وحث مدير مديرية أفعبات السيد أحمد محمد نور رجب في كلمته المجتمع للمساهمة بوعي في الجهود التي تبذل في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الدورات التي نظمتها لجان محاربة العادات الضارة هي استمرار للأنشطة الواسعة التي تعمل عليها على نطاق واسع. وقدم المشاركون آراء ومقترحات بخصوص التعامل الجاد مع ممارسة العادات التقليدية الضارة، خاصة زواج القاصرات وختان الإناث نظرا إلى الأضرار الصحية والاجتماعية الناجمة عنها. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائية الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. وصل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى بكين في زيارة رسمية للصين تمثل أول رحلة يقوم بها رئيس وزراء كندي إلى الصين منذ 8 سنوات. وأبدت الصين استعدادها لإعادة إحياء العلاقات مع كندا، حيث قال شي لكارني بعد اجتماعهما أنها أظهرت تعافيا نحو المسار الصحيح. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال إحاطته بشأن زيارة كارني أن الصين تتطلع إلى أخذ هذه الزيارة كفرصة لتعزيز الحوار والتواصل وزيادة الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع التعاون العملي وإدارة الخلافات بشكل صحيح ومعالجة شواغل كل طرف وتعزيز زخم التحسن في العلاقات الصينية الكندية لتحقيق فائدة أكبر للشعبين. وفيما تؤكد أوتاوا أن الصين هي ثاني أكبر سوق لكندا، فإنها ما زالت تتخلف كثيرا عن الولايات المتحدة، بحيث اشترت بكين أقل من 4% من الصادرات الكندية عام 2024. أعلنت الدنمارك عن بدء تعزيز وجودها العسكري في جرينلاند ومحيطها بالتعاون الوثيق مع الحلفاء، وذلك في إطار الالتزام بتعزيز الأمن في المنطقة القطبية الشمالية. وقالت حكومة جرينلاند أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز التحالفات في المنطقة القطبية لصالح الأمن الأوروبي وعبر الأطلسي، مضيفة أن القوات المسلحة الدنماركية ستواصل تدريباتها المشتركة مع الحلفاء وتعزيز الوجود العسكري في الجزيرة ومحيطها.
من جانبه أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريستورسون عن وصول ضباط من قوات بلاده إلى جرينلاند بناء على طلب الدنمارك لتعزيز التعاون العسكري في الإقليم الاستراتيجي. في المقابل رفضت الدنمارك الاتهامات الأمريكية بأنها تهمل حماية جرينلاند من روسيا والصين، مؤكدة أنها استثمرت نحو 14 مليار دولار لتعزيز وجودها العسكري في القطب الشمالي. وقعت الفلبين واليابان اتفاقيتين دفاعيتين إحداهما تتيح لقواتهما تبادل الإمدادات والخدمات، إذ يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون الأمني ردا على تصاعد التوترات الإقليمية. ووقع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي على الاتفاقيتين في مانيلا خلال جولة بالشرق الأوسط وآسيا لمدة 9 أيام، في مؤشر على اتساع الحضور الاستراتيجي لطوكيو. وأعلن موتيجي ونظيرته الفلبينية تيريزا لازارو أيضا عن تقديم مساعدات أمنية رسمية بقيمة 6 ملايين دولار من طوكيو لتمويل بناء منشآت لاستيعاب قوارب مطاطية ذات هياكل صلبة تبرعت بها اليابان لتعزيز قدرات مانيلا البحرية. عبرت طوكيو عن مخاوفها حيال تصاعد التوترات البحرية في شرق آسيا، وعارضت أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن، ودعمت الأمن البحري الفلبيني ضمن إطار عمل ثلاثي أوسع مع الولايات المتحدة. أظهر تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن العجز زاد بنسبة 67% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى الإنفاق القياسي المرتفع، والذي تأثر بالتعديلات التي أجريت على جداول دفع المزايا وتوقيت الاعتراف بالإيرادات. ويشير التقرير إلى تباطؤ في إيرادات الجمارك، فقد بلغ صافي إيرادات الجمارك في ديسمبر 2025 نحو 27.9 مليار دولار، بانخفاض عن حوالي 30 مليار دولار شهريا في الأشهر الأخيرة، مع أنه لا يزال أعلى بكثير من 6.8 مليار دولار المسجلة في ديسمبر 2024. ومن المتوقع أن يصل صافي إيرادات الجمارك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2026، والتي تبدأ في الفاتح من أكتوبر 2025 إلى 90 مليار دولار، بزيادة حادة عن 20.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. تقديم أنشطة إقليم نقاش بركة لعام 2025. حصاد جيد للمحاصيل نتيجة الهطول الغزير للأمطار الخريف الفائت. تزويد مستشفى الدغيح بالمعدات الطبية اللازمة. رئيس الوزراء الكندي يصل إلى بكين في زيارة رسمية. الدنمارك تعزز وجودها العسكري في جرينلاند بالتعاون مع حلفائها. واليابان والفلبين توقعان اتفاقيتين أمنيتين مع تصاعد التوترات الإقليمية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.